السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في موقع جملة إكسبريس وبيع المنتجات المصرية بالجملة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم إزاي نقدر نضيف مصنع على موقع جملة إكسبريس للبدء في بيع المنتجات عليه. أول حاجة، أول ما حضرتك تدخل على موقع جملة إكسبريس اللي موجود في الرابط فوق هنا ده، وهتلاقيه موجود في الوصف بتاع الفيديو دوت إن شاء الله، تضغط على أضيف مصنعك من هنا. لما تضغط على أضيف مصنعك يفتح معاك صفحة تسجيل الدخول. طبعا لسه مفيش تسجيل دخول، لو ليك أكونت تقدر تسجل من هنا على طول، بس مفيش أكونت لسه، فهنضغط على قم بإنشاء حساب جديد من هنا. هيفتح معانا الصفحة التعريفية البسيطة ديت. لو حضرتك زبون بتكتب الاسم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور بس، وتعلم هنا أنا زبون، وبعدين تنشئ حساب. حضرتك مصنع وعايز تسجل، فبتضغط على أنا مصنع، فيفتح معاك بعض المعلومات الأخرى زي الاسم الأول، الاسم الأخير، اسم المصنع، الرابط ده هيكون اسم مصنعك على موقع جملة إكسبريس، أو اللينك الخاص بمصنعك على موقع جملة إكسبريس. ورقم الهاتف مهم جدا وضروري جدا إن حضرتك تسجل رقم الهاتف بتاع مصنعك، عشان ده طريقة التواصل الأساسية مع العملاء. تمام. وبعدين نضغط على إنشاء حساب جديد. اختصارا للوقت، قمت أنا بتسجيل الحساب على موقع جملة إكسبريس اسمه شريك نجاح. زي ما حضراتكم جميعا إن شاء الله تكونوا شركاء نجاح معانا في الموقع. وإن شاء الله هنفتح دلوقتي الأكونت بتاعنا ونبدأ نسجل بياناتنا عليه، ونبدأ نشوف هنشتغل إزاي على جملة إكسبريس. بسم الله. كده احنا دخلنا بالأكونت بتاعنا المخصوص على جملة إكسبريس لتست الموقع أو تجربة المبيعات، وعشان نعرف مع بعض، نتعلم مع بعض ازاي نبيع على الموقع. وديت الصورة الأساسية أو الواجهة الأساسية للمتجر بتاعك على موقع جملة إكسبريس، أو دي لوحة التحكم الخاصة بمتجرك على موقع جملة إكسبريس. طيب، عبارة عن إيه لوحة التحكم دي؟ لوحة التحكم دي بيكون فيها صف المبيعات، صف الأرباح، المشاهدات في الموقع بتاعك، والمنتجات بتاعتك، والطلبات الموجودة عندك. تمام. طبعا كله صفر لأن الأكونت جديد ولسه بنقول يا هادي يا رب وربنا ييسر الحال. تمام. طيب، هنا هنشوف في الجنب هنا في قائمة أساسية لوحة التحكم، اللي هي اللي انت حضرتك شايفها دي بالأعداد والإحصاءات اللي موجودة دي. تمام. بعد كده المنتجات حضرتك هتضيفها أو مضيفها على الموقع بتاعك. طبعا لسه مفيش منتجات، الموضوع بسيط، هنضغط هنا نضيف منتج وهنضيف البيانات بتاعتنا اللي احنا عايزينها. إن شاء الله هنتكلم عليها بالتفصيل في الفيديو الجاي بإذن الله. بعد كده لو في طلبات موجودة على الموقع بتلاقي الطلبات مذكورة في الليست هنا. لسه مفيش طلبات، هنفتح شوية، هنفتح أكونت تاني فيه طلبات وشغال وتمام، وهنوريك الأرقام بتاعته إن شاء الله. ده عملية السحب أو الإيداع اللي موجودة. وطبعا احنا في جملة إكسبريس في الوقت الحالي مبنوفرش خدمة استيراد الأموال أو الدفع الإلكتروني. يعني حاليا بنوفر الخدمة إن حضرتك تقدر تبيع المنتجات بتاعتك من خلال الموقع، وتتواصل مع العميل وتستلم منه الفلوس بتاعتك عند الاستلام، عند الشحن، عند أي طريقة أنتم بتتفقوا عليها مع العميل مع بعض. تمام. طيب، هنا في الإعدادات هنا ممكن تخش يا إما إعدادات الدفع يا إما إعدادات المتجر. نضغط على إعدادات المتجر. ده شكل الموقع او الاكونت بتاعك على جملة اكسبريس اللي انت مش عارفه لسه، فهتقدر تدخل عليه منين؟ من هنا، زيارة المتجر، تضغط عليها هيفتح معاك الاكونت على جملة اكسبريس بالشكل الواضح قدام حضراتكم هنا. لو هنا ده اسم الشركة وده اللوجو بتاعها، ولو في تقييمات هتبقى موجودة، المنتجات هتبقى معروضة في المنطقة ديت، بس لسه مفيش منتجات. هنضيف ان شاء الله منتجات مع بعض وهنجرب الموضوع ونشوف هيبقى عامل ازاي بإذن الله. تمام. طيب، هنا في تحرير الحساب. تحرير الحساب بيكون فيه المعلومات الأساسية بتاعتك زي كلمة المرور، وكلمة بالتأكيد كلمة المرور بتاعتك لو عايز تغيرها، الاسم والبريد الإلكتروني اللي موجود على الأكونت، وكل الكلام ده. خلينا نروح هنا على المنتجات، والفيديو الجاي إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن إزاي تقدر تضيف منتجات على الحساب الخاص بمصنعك على موقع جملة إكسبريس.